الفيديو ده مهم جدا لو انت عايز تستثمر بجد جوه الامارات. ايه اهم المناطق الاستثماريه، وايه اهم الشركات، وايه هي القيم الايجاريه المتوقعه. كل ده في الفيديو ده، كمل الفيديو للاخر ويلا بينا. ايه بقى اهم الشوارع الرئيسيه؟ دي كده الخريطه الرئيسيه لمنطقه دبي. دبي زي ما انتم شايفين هي كلها على البحر، صح؟ فيها شوارع رئيسيه واخداها من اولها لاخرها. اول شارع هو شارع الشيخ زايد، ده اهم شارع موجود في الامارات. بيوازي ليه شارع اسمه شارع الخيل، وده واخده من اوله لاخره برضه بالعرض. وبيوازي ليه بعد كده شارع الشيخ محمد بن زايد، وبعد كده شارع الامارات دبي. على اليمين بيكون منطقه الشارقه، وبتبعد عن دبي تقريبا من 35 ل 40 دقيقه بالكتير قوي بالعربيه. ولو انت كملت على طول بتطلع بقى على من دبي، بتطلع بقى في خلال ساعه ونص ساعتين بتطلع على ابو ظبي. ايه اهم المعالم الرئيسيه لما حضرتك كعميل او كمستثمر تحطها في الاعتبار وانت بتشتري عقار؟ لازم تبقى انت عارف ان في مناطق هي بتشتغل اكتر على السياحه، فهيبقى ماشي معاها نظام الهوليداي هومز والايربن بي، ودي المناطق اللي بتبقى قريبه من البحر. تمام؟ مينا راشد، وعندك البالم، نخله البالم، بالم جميره، وعندك جنب البالم جميره منطقه اسمها الجي بي ار اللي هو الممشى اللي على البحر على طول، اللي فيه اكبر الفنادق على مستوى العالم. وعندك دبي مارينا، وعندك المشروع القوي جدا جدا اللي هو برضو نفس الكونسبت بتاع بالم جميرة، بس هيكون قده 4 مرات، اللي هي بالم جبل علي، نخلة جبل علي. تمام؟ اللي حط فلوسه من 3 سنين في منطقة بالم جميرة وكان بيشتري الفيلا ب 15 مليون درهم، النهارده وصلت الفيلا كبداية سعر للفيلا الصغيرة ل 50 مليون درهم. تمام؟ فممكن يكون في مناطق الازدياد بتاعها هو ازدياد ملوش علاقه بارقام وملوش علاقه بنسب، هي ليها علاقه ان المنطقه نفسها ملهاش شبه وبقت فريده من نوعها، فوصل الاستثمارات بتاعتها لارقام فلكيه. المهم ان عشان ما نتوهكوش، احنا عندنا البالم والمينا واي حاجه على البحر دي من المعالم السياحيه. طبعا عشان حضرتك تبقى عارف ان انت مثلا لو بتشتري في الحته دي او حوالين البحر، فانت بتتكلم ان انت بداية للغرفة وصالة هتكون مش هتقل عن 3 مليون درهم وانت طالع. في بقى منطقة ممتازة جدا والاستثمار بتاعها قوي جدا جدا، وهم المناطق اللي قريبة من البالم والمارينا والجي بي ار، اللي بتبعد عنهم من 10 ل 15 دقيقة 20 دقيقة بالكتير، فبيكون في سهولة للوصول ليها. فدي اسعارها لما بتزيد الزياده بتاعتها متوقع ان هي زياده كبيره، وكمان مرتبط زيادتها بالمناطق اللي على البحر لان هي مناطق برضو سياحيه. ودي مناطق زي ايه؟ زي برضو الجي في سي اللي هي جميره فيليج سيركل، او الجي في تي، او منطقه اسمها ارجان، او منطقه تحتها اسمها السبورت سيتي. فدي المنطقه دي هي الاقرب للبالم. المناطق اللي انا بتكلم عليها دي مناطق متوقع فيها ازدياد كبير، واسعارها حاليا دلوقتي اسعارها ممتازه. اسعارها بتبدا معانا من اول تقريبا 600 650 الف 700 الف درهم بالنسبه للاستوديو. طيب ايه ميزه المناطق دي؟ ان المناطق دي هي ما بين شارعين رئيسيين، شارع اسمه شارع المسقيم، وده بيقطع شارع الشيخ محمد بن زايد وخيل وشارع الشيخ زايد وبيوصلك على طول على البحر، وشارع تاني اسمه حصه قريبه جدا من دبي هيلز مول. فدي مناطق كمان بيتعمل لها خط المترو بتاعها، فوجود المترو كمان سنه او سنه ونص هيخلي كمان قيمه العقار في ازدياد كبير جدا جدا جدا. فلو حضرتك مش قادر تشتري في المناطق الرئيسيه، فاحنا بنجيب في الحته دي عشان الحته دي من المناطق القويه جدا. طيب عندي منطقه كمان قويه جدا كاستثمار، منطقه ايه؟ منطقه البيزنس باي والداون تاون. منطقه البيزنس باي هي اقرب منطقه للداون تاون ودبي مول وبرج خليفه. برج خليفه هو بيتوسط ما بين شارع اللي هو الخيل وشارع الشيخ زايد. بيزنس باي هتلاقي ان الاستوديو فيها بيبدا معانا من اول 1,400,000 درهم. معاك بقى اسعار مختلفه بقى، يعني ممكن تلاقي الغرفه وصاله في رينج ال 2,500,000 درهم، ممكن تلاقي الاوضتين من اول 3,500,000 درهم، ممكن تلاقي بعد كده البنت هاوس من اول 75 مليون درهم لغايه 300 مليون درهم. كاستثمار متوفر مناطق تانية ايه للشراء؟
في مناطق اللي هي الكومباوندز، والكومباوندز ده اللي هو فكره الكوميونتي، وتبقى موجوده في حته اسمها دبي لاند. دبي لاند دي بيتعمل فيها دلوقتي كوميونيتيز مختلفه، يعني كوميونتي موجوده كويسه. دي منطقه اسمها دبي لاند. المنطقه ديت بيكون موجود فيها فكره الكومباوندز. في مناطق استثماريه بتكون جنب مطار المكتوم الجديد اللي هيكون اكبر مطار على مستوى العالم، ده بيكون فيه كذا طرح بيبقى بيتوفر. وفي عندنا زي ما قلنا في المناطق اللي انا قلت لك عليها اللي هي موتور سيتي وجي في سي وارجان، ده بيكون فيها طرح. ده كده الاسعار المتميزه دلوقتي. وطبعا الاسعار الغاليه بتبقى موجوده لا اما على البحر في منطقه الجي بي ار او على منطقه البيزنس باي والداون تاون. حاليا دلوقتي في مكان اسمه مدينه سمو الشيخ محمد بن راشد. المنطقه دي من اقوى المناطق الاستثماريه اللي ممكن اي حد يحط فيها فلوسه. ليه؟ لان هي قريبه جدا من برج خليفه والداون تاون، وهناك بينفذوا منطقه اسمها نيو داون تاون. يعني اعمار بعد ان هي نفذت اطول برج على مستوى العالم برج خليفه، دلوقتي بتنفذ برج هيكون اطول من برج خليفه اسمه برج الخور كريك هاربر، وعاملين منطقه هناك اسمها نيو داون تاون. ايه الميزه بقى فيها؟ هناك هم جمعوا لك الاثنين وجابوا لك منطقه اسمها كريك هاربر. دي عاملين لك كونسبت ان اطول برج على مستوى العالم، مع ان انت قدامك ميه بشكل رهيب، اكبر مارينا موجوده، تمام؟ وعندهم يعني الشاطئ هناك بيتنزل، فانت بقى عندك ميزه الداون تاون مع ميزه ان انت بتشتغل بفيرجن عالي جدا مع ميزه الميه. فمتوقع ان الاسعار فيها هتزيد بنفس زياده الاسعار اللي الوحدات اللي قدام برج خليفه، وده اعمار اللي بتنفذه. خلاص؟ دي اسعارها دلوقتي بتبدا معانا من اول 2 مليون درهم او اقل شويه بالنسبه للغرفه وصاله. ودي الوحدات دي موجوده في اعمار. طب حواليها عندنا بعض الشركات المعروفه التراستد، زي شركه اسمها شوبه بتنفذ مشروع اسمه شوبه هارتلاند 2. ده كوميونتي على اعلى مستوى، كنت انا عملت شرح عليه. ده الاسعار فيه هتبدا معانا الغرفه وصاله من اول 1,800,000 1,900,000 درهم، تمام؟ وشوبه من الشركات القويه جدا جدا جدا. انا بقى برشح ايه للعملاء؟ موضوع الفيلات قوي جدا كايجار وقوي جدا كزياده كبيره في العقار، تمام؟ ومن اهم الشركات اللي موجود معانا فيلات فيها، لا اما طرح تلحق ولونش لاعمار، لا اما شركه زي دماك، او مثلا شركه زي شوبه او اراده او شركه اسمها ميراث، دي بتنزل فيلات. بدايه اسعار بقى الفيلات المستقله هتلاقيها بتبدا معاك من اول 6 مليون درهم، 7 مليون درهم، 8 مليون درهم. لكن بالنسبه للتاونات ممكن تلاقيها بتبدا معاك من اول 2 مليون، 2 مليون و100. لحقتها ربنا كرمك يعني. وجود ان انت عندك فيلا بس في الامارات دي حاجه قويه جدا يعني. طيب احنا طريقه شغلنا ايه؟ انا جبت لحضرتك وحده. لو انا جبت لك في منطقه زي الجي في سي، انا ما بدلكش توقعات للايجار. يعني حاجه بتاعتك استلامها 2 3 سنين، انا بجيب لك المنطقه، ولكن انا جايب لك استوديو قيمته 600,000 700,000 درهم موجود في الجي في سي. حضرتك بتعاين المنطقه نفسها وبتشوف على المواقع المعتمده اللي موجوده في دبي اللي الناس كلها بتأجر من خلالها، زي مثلا بروبرتي فايندر او بيوت او غيره. هتلاقي مثلا الايجار بتاع الاستوديو لو مثلا ايجار سنوي اهو، بيبدا في هنا شركه بتأجر ب 78,000 درهم عشان تبع شركه اسمها بنغاطي. بنغاطي من اقوى الشركات حاليا دلوقتي. شركه في واحد بيأجر ب 72,000 درهم بالسنه، في 87,000 درهم بالسنه، في 79,000 درهم، في 62,000 درهم. فانت الحد الادنى للايجار هتلاقيه من اول 8 وممكن يوصل معاك ل 10 و11% على حسب مستوى التاور اللي انت بتشتريه والخدمه اللي موجوده فيه. وقيس على ذلك لو انت واخد 1 بيدروم مثلا قيمتها 1,300,000، ممكن تلاقي الايجار بتاعك داخل له في 150,000 درهم. فاحنا بنفتح لك في نفس المنطقه اللي انت بتشتري فيها المكان بيتأجر بكام، فانت حضرتك من غير قلق خالص عارف القيمه الايجاريه بتاعتك كام، سواء بقى جايب شقه، استوديو، غرفه، غرفتين، 3 غرف.
فيلا، جايب اللي انت جايب مانشنز اللي هو قصر، ايا كان انت جايب ايه، انت بتبقى انت عارف القيمه الايجاريه بتاعتك، واحنا بنتولى الايجار. وموضوع الايجار هناك سهل جدا جدا جدا، لان الناس اصلا فوق بعضها، فموضوع الايجار ده اسهل ما يمكن يعني. تمام. طبعا ده كله ارقام لو انت بتأجر ايه بالسنه، لكن لو انت بتأجر بالشهر او باليوم الموضوع طبعا بيختلف معاك في القيم الايجاريه. تمام. طيب ده كده بشكل عام الاسباب اللي تخليك تحط فلوسك في الامارات، المعدل الازدياد وشرح المناطق بشكل عام، والقيم الايجاريه موجوده عامله ازاي، والاسعار اللي موجوده. طيب احنا بنشتغل على ايه؟ بنشتغل على الشركات الكبيره اللي معروفه اللي ليها اسم، زي مثلا شركه شوبه، بنغاطي، واعمار، وشركه اسمها ميراث، ودبي بروبرتيز، اللي هي الشركات اللي هي اسمها كبير ومعروفه ومعتمده وبتسلم كواليتي محترم للكلاينت، فالقيمه الايجاريه بتاعته بتبقى كويسه. ولما بيعرضها للبيع فرق كبير لما يكون عندك يونت عارضها على ناس بتبيعها، واليونت دي يعني مجموعه بس اللي مهتمين بيها، وان اليونت بتاعتك تكون مطلوبه على مستوى 120 جنسيه. فطبعا ممكن يعني ايه، في ناس لو انت شاري كمان العقارات الفاخره ممكن توصل معاك لارقام تانية خالص غير اللي احنا بنتكلم فيها، يعني فيها في حاجات اسعار فيها بتزيد. يعني لو انت مهتم تعرف كل التفاصيل الخاصه بالاستثمار في الامارات، تواصل معانا، ارقام تليفوناتنا اسفل الفيديو، وهنختار مع بعض ونشرح لك كل صغيره وكبيره عن ازاي تحط فلوسك وتستثمر جوه الامارات ودبي.